لله. بتقطع جواز انت صح؟ ايوه ان شاء الله. لو مسافر. السعوديه. طيب ايش هو الشيء اللي لو صلح باليمن بيخليك تكنسل السفر؟ نتمنى تصلح البلاد كامل. ايش هو الشيء لو صلح ما عاد بتسافر؟ صلح الاوضاع في البلاد. كل شيء يعني من تتشل الجهتين ان شاء الله. يكونوا اخوي يد واحده. اليمن تتوحد عشان ما عاد تسافر. ها؟ تشيل اليمن تتوحد عشان ما تسافر. ايوه بالضبط، هذا هو. كيف الحال؟ الحمد لله. انت لوين مسافر؟ السعودية. الشعب كله رايح السعودية على فكرة، ما عاد فيش باليمن. طيب ايش الشيء الذي لو صلح باليمن بتبطل تسافر السعودية؟ إذا صلح الوضع باليمن ما عاد نشتي. ايش هو اكثر شيء لو صلح ما عاد بتسافر؟ يعني إذا هدأت الأمور يعني وسبر الوضع المادي في اليمن أكيد ما احنا مسافرين. أكثر شيء الوضع المادي. البزنس أكيد. طيب ان شاء الله يصلح الوضع تجيب بزنس. أكيد إن شاء الله يجي بزنس. أهم شيء البزنس. ايش اكثر شيء لو صلح باليمن بيخليك تبطل السفر؟ ما حد بيسافر اصلا. الجمهوريه. ايش اكثر شيء تشتري يصلح؟ اكثر تشتري يصلح؟ عمله، طرقات، استقرار، كهرباء، يعني زي الدول الاخرى. كل شيء خربان باليمن. زي ما الدول الاخرى واحد بيسافر. الحمد لله. لوين مسافر؟ للسعودية. طيب ايش هو الشيء الذي لو صلح باليمن ما عاد بتسافرش السعودية؟ الوضع باليمن والبلد يعني تكون مطمئنة. يعني الوضع كامل خربان. أيوة والله. طيب يعطيك العافية. أكثر شيء تشتري يصلح باليمن عشان ما تسافر؟ والله نتعوض اليمن، نعوض كل شيء. طيب إيش هو الشيء الذي لو صلح باليمن ما بيخليكش تسافر؟ الوضع اللي احنا فيه الحين. الوضع كامل يعني. ايوه وضع كامل، الزحمه هذه والزحمات يعني أنت بزعجك الزحمة كلها مش يسافر. كلنا شي نسافر من الوضع هذا خراب كامل. يعني ما عاد بيبقاش ولا واحد باليمن. معلش معلش اليمن خلاص. طيب يعطيك العافية. وين مسافر؟ السعودية. طيب إيش هو الشيء لو صلح باليمن ما عاد بتسافرش السعودية؟ الحروب، الضغط، الأزمات. كل شيء يعني.